اول بلاد بدات فيها الدعاره في العالم العربي وافريقيا هي الجزائر. الا كانوا هما ما كيسولوش على التاريخ ديالهم ما فيها باس نفكرهم فيه. استعمروهم الاتراك 320 عام، والاتراك انذاك كانوا معروفين باللواء، واستعمروهم الفرنسيين 132 عام. الفرنسيين من استعملوا الجزائر صدموا بالدعاره اللي فيها وفتحوا بيوت ديال الدعاره في جميع المدن الجزائريه. فهمتوا علاش المغرب كان كيحارب العثمانيين وما خلاهمش يدخلوا للبلاد؟ كانوا الرجال الجزائريين تيدوا عيالاتهم وبناتهم لبيوت الدعاره باش يجيبوا لهم الفلوس. واللي بغى يعرف القصه كامله يقرا على لا ديبيش الجيريان ولا لا بروستيتيوشن ا الجي. واش فهمتوا دابا علاش كنشوفوا جزائريين عينهم خضرين وزرقين؟ قبل ما تهضروا على الشرف سيروا قلبوا على باكم في فرنسا، ولا ما لقيتوش في فرنسا سيروا قلبوا عليه في اسطنبول، وقبل ما تمشيو تقلبوا عليه في اسطنبول سيروا عند ام حسن تعاود لكم القصه كامله. اما الدعاره دابا في الجزائر شدوها الافارقه والصينيين، وسولوا الشيخ شمس الدين يعاود لكم القصه كامله. راني نصيب اطفال في المزابل عينوا هكذاك عيون تاع الصينيين واجناس اخرى. الخطره الجايه ما تبقاوش تدويو على الشرف، اخر شعب عنده الحق يهضر على الشرف هو نتوما. تكلمتوا في الشرف ديال نسانا وشرنا لكم خنز.